السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هناخد النهاردة فيديو عن الريد فيلفت، محبوبة الجماهير. انا كمان بحبها جدا لاني من عشاق الفانيليا. طبعا الريد فيلفت مميزة في لونها، في طعمها، في يعني كل حاجة فيها حلوة يعني. هنخش على طول على المقادير. معايا كوباية ونص دقيق، عليهم معلقتين كبار نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معايا بيضتين، عليهم كوباية سكر حبيبات، ما تعمليش سكر بودر، مش ما ينفعش في البودر دي، في الوصفة دي اسفة. طيب هنا الاضافة بقى، اول اضافة اللي انتوا هتنقلكوا الريد فلفل لحاجة تانية خالص، اللي انا بستخدم هنا زبادي بطعم الفراولة، وكمان بحط نكهة اسانس الفراولة، علشان انا بحب اكل حاجة يبان لونها في طعمها. فهنا هتبقى طعمها مميز قوي قوي، وريحتها مميزة جدا جدا جدا. انا هنا خدت كوبايه زبادي، لو انتي هتستخدمي بدلها لبن رايب فنفس برضو المقدار 100 جرام 100 جرام، انا بحط المقدار في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرامات، علشان تستفيدي ان شاء الله اكبر استفاده من الفيديو. طيب انا حطيت هنا نص كوبايه زيت وقلبتهم، وهبتدي احط الدقيق على دفعات ولغايه لما يختفي تماما. هكون مجهزه جنبي برضو نص معلقه بيكنج صودا، ومعلقه خل صغيرة. الإضافة دي مهمة جدا، اللي هو الكاكاو، لكن ما تكتريش، هو معلقة صغيرة بس. أنا يمكن هنا كترت مني أو كبرت مني معلقة شوية، فاللون غمق مني، فاضطريت أحط تاني لون علشان أفتحه، ولسه هيفتح كمان باللون اللبن اللي أنا هحطه، لأني هحط لسه نص كوباية لبن، وهحط برضو اللي هي المعلقة الخل مع البيكنج صودا، هدوبهم في بعض واحطهم، بس هنا النور قطع فالجزء ده اتشال. زي ما انتوا شايفين الاضاءة ضعيفة، فمعلش اعذروني. شايفين اللون حلو جدا. ده صاج 30 في 40. طبعا مبطناه بزبدة، وبحط فيه يعني لغاية اخره الصينية دي هيطلع بس الرق رفيع شوية. لو انت عايزاه اضخم من كده صغري الصاج شوية، يعني خليه 30 في 30. ولكن هو حلو كده يعني، جميل بصراحة، وكان حلو جدا. شايفين اللون؟ دخلت الفرن كان 180، وقعد معايا حدود تلت ساعة، وطبعا دي بتختبريه بالخل. هسيبه يهدى ويبرد تماما. هستخدم هنا مع إضافة مع الكريمة، هستخدم كاسترد، أو انتي ممكن تستخدمي باستر كريم، وممكن تستخدمي تشيز جبنة يعني، علشان تغيري طعم الكريمة. انا هنا هستخدم الكاسترد، وعملت كوباية لبن واحدة، وزي ما هو مكتوب على العلبة، وهسيبها تبرد وهغطيها. سيبها تبرد تماما يعني، وهغطيها لغاية لما احين استخدامها. يعني هنا هعمل الكريمة. بجيب مية تلجة متلجة يعني، وبدوب فيها السكر. الجاتو ده اخد 100 جرام كريمة، بحط عليهم 150 200 جرام مية متلجة. انا بجيب نوع نضيف، اللي هو نوع ريتشل المتحدة، فما بضربهوش باللبن لان هو دسم جدا وحلو جدا. كان يعني المفروض بس تضربي الكاسترد الاول لوحده، تسيبيه بشويه بمعلقه لبن بس كده، علشان يفك التكتلات وما يتعبكيش لما تحطيه مع الكريمه، علشان ما يعملش تكتلات كتير جوه الكريمه. تمام. انا هنا بس سيبته بايدي كده، ولكن انتي اعملي زي ما انا بقولك. هنا انا هقسم الجاتو نصين، فزي ما انتوا شايفين انا بستخدم ايدي وبقسمه بالظبط، علشان ما بحبش اهدر، يعني جزء يطلع رفيع اسفة يطلع اصغر من التاني، وابتدي اقص من الجوانب لغايه لما اجيب واحدد يعني الجاتو. فليه؟ فمن الاول نعمل الحركه اللي انا بعملها دي، علشان ما نهدرش في الكيك، وتطلع الأجزاء مننا حلوة والقطع متساوية، ونقدر نعمل 12 قطعة جاتوه من الصاج ده. 12 قطعة زي ما أنا بقولكم، وهتشوفوا معايا ازاي طلعت يعني 12 قطعة. هنبتدي نفرد الكريمة، وهزود الجزء بس اللي هو يعتبر في أسفل يعني الجاتوه، اللي هو الجزء الأولاني هزود فيه الكريمة، والجزء التاني هسيبه شوية وبحطه في الآخر يعني الكريمة عليه. هتشوفوا الفيديو يعني اللي أنا بقول عليه واضح في الفيديو. عايز تحطي أي إضافات بقى من جوه براحتك، بس هي كده حلوة قوي.
حالة اقتصادية مش مستاهلة، وكل ما بتزودي في خاماتك كل ما المنتج بتاعك سعره بيزيد، وكل ما برضه الطلب عليه هيقل، فأنتِ تحاولي تعملي حاجة وسط وتستخدمي حاجات كويسة علشان تطلّعي منتج حلو وتطلّعي كمان طعم كويس. هابتدي طبعًا أجيب مَيّة سخنة وهتسيبيها في التلاجة شوية، مش أقل من نُص ساعة في الفريزر أو ساعة في التلاجة قبل ما تقطّعي، وكل مرّة بتحطّي الترانش في المَيّة السخنة وبتقطّعيه وبتمسحيه قبل ما بتنزّليه تاني على الجاتوه. تمام كده؟ طيب بقى هنعمل برضه روزيتات بسيطة كده. طبعًا التزويق العام أنا سايباه لِك، ولكن أنا عاملة أبسط تزويق ممكن أي واحدة تقدر تعمله، لإني أنا ممكن المبتدئات معايا وكمان اللي عندهم يعني ما شاء الله professional معايا على القناة، فكله يستفاد بإذن الله تعالى. هو أصلًا الred velvet هو خلاص كده بالرشة الحمرا دي خلاص أنا بادوب فيها أصلًا، مش محتاجة بقى أي حاجة يعني. هاحط كمان قلوب حمرا بسيطة كده بالشوكولاتة البيضا، وكده خلاص انتهت الred velvet. باسيبها طبعًا وباغلفها لغاية لمّا أمّا أطلّع منها أوردرات لو عايزة، لبيتِك لو عايزة. ما فيش أحلى من شغل سِت البيت.